السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده جاي لكم فكره فيديو جديده بمناسبه ان امتحان الثانويه العامه قرب وكل واحد نفسه يحقق حلمه. قلت اقدم لكم شويه نصايح من الطلبه الاكبر منكم اللي دخلوا كليات الطب. النهارده انا بصور في كليه طب بشري جامعه قناه السويس، واحده من كليات الطب. يلا بينا. يلا. السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ اسمك ايه؟ انس. سعيد. رجاله كليه طب بشري جامعه قناه السويس، فرقه تانية. كنا عايزين نعرف، في متابعين قالوا عايزين نصايح عشان تالت ثانوي والطلاب اللي داخلين ليله الامتحان وكده، فقلت اروح لاكتر ناس اللي هم عرفوا يحققوا نجاحهم ويدخلوا الكليه اللي هم حابينها، ونشوف نصايحهم ايه عشان فتره الامتحان اللي جايه. فنبدا كده. واهم حاجه يعني ايه؟ ما تحطش قيود على نفسك. يعني اهم حاجه تبقى داخل ما يكونش في ستريس عليك من والدك او والدتك. انت داخل عشان هدف، لان اللي اراده ربنا هيكون يعني. ايوه انا هيكون فانت داخل ايه؟ مفيش ستريس عليك. اهم حاجه ايه؟ طموحك انا كذا، عايز اعمل كذا. فما احطش ستريس على نفسي ان انا لازم اخش طب عشان اجيب فلوس مثلا او حاجه زي كده. لا، انا داخل انا عايز اخش طب، فهبتدي ايه؟ ابني على كده. ما احطش ستريس على نفسي. تعمل اللي عليك يعني، تعمل اللي عليك وخلاص. بعد ربنا ان شاء الله. بس ان الموضوع ده ممكن يكون نفسي شويه. داخل الامتحان بيكون له افكار كتير جدا وعارف كل حاجه، يعني كل حاجه بالذات في النظام الجديد، لان انتوا دفعه تانية فحضرتوا النظام. بالظبط. فلما يكون له افكار كتير جدا في الاسئله في كل المواد او في كل درس، لازم افكاره كويس يعني حاسس ان هو لازم الموضوع كويس، يبقى مرتاح اصلا نفسيا وهو داخل الامتحان. هو خلاص عارف انه ما عملش قبل. طب وايه رايكم، في اخر شهر؟ يعني يعملوا ايه بقى؟ انتوا كنتوا مثلا في ليله الامتحان كنتوا مزنوقين فيه ولا مخلصين اللي عليكم ولا؟ فايه اهم حاجه يعني واحد يرتب افكاره. اهم حاجه يعمل جدول يمشي عليه، يبقى عارف هو هيخلص ايه ومش هيخلص ايه، ما يبقاش ماشي كده. هو كده واحد بيراجع واحده واحده المنهج كله. اذا كان في مثلا درس معين ما تكونش كويس بيذاكره كويس، في نقطه معينه ما خدهاش بيذاكرها، ده كل ده في وقت المراجعات بيخلصه. يحاول يخلص كل ده على قد ما يقدر ويدخل بعدها في حل الامتحانات او يبدا حل الامتحانات الاول كمان. حتى لو ما ذاكرش كله بس يبدا يشوف الاسئله بتبقى ازاي. وايه اكتر ماده كنت بتعقدني؟ اكتر ماده احياء الصراحه. احياء. ودخل طب بشري كويس. ولا الاسئله بتاعتها غريبه. لا حاجه بس انت هو محتاج ان الواحد يبقى عنده معلومات بره اكتر عشان يعرف يحل اسئله. المعلومات اللي في المنهج اللي خدناها دي مش كفايه ان تحل اسئله. بالذات اللي هو فصل الار ان اي والتأكيد والكلام ده. في حاجات كتير وفي هرمونات كمان. المناعه والبتاع ده. ايوه كان حوار كبير. ايه رايكم بقى يعني اخر شهر مثلا، هل الطلبه تقعد تاخد اونلاين ولا تنزل هنا وهنا؟ تقعد في الكتاب اكتر، حل اكتر اسئله، مراجعه. كل ما تحل اسئله كل ما الوقت احل اكتر اسئله ولا اذاكر؟ ما انت هتحل اكتر مع المذاكره. هتراجع طبعا، تراجع على كل حاجه بقى. هتراجع عشان تفتكر هتعرف تحل. ايوه بس الغرض الاساسي انك تحل. فانت عشان تحل الاول لازم تراجع الاول اساسا. ولو في مثلا سؤال غلطت فيه ارجع احل. بالظبط. كل ده بيجر وقت مره واحده تفتكر كل المعلومات اللي ذاكرتها طول السنه اساسا. او لو في حاجه ما ذاكرتهاش بتذاكرها تاني في المراجعه. ومش لازم تكمل يعني، بس هو كتاب يكون كويس وتحل بتركيز اكتر. حتى ساعه الامتحان حاول برضك تراجع الاسئله، مش مثلا حته السؤال وخلاص. يعني ممكن نراجع المدرسين برضه واكتب مثلا الافكار ورا. اخر جزء عشان مش عايز اطول عليكم. اللي في الامتحان كنتوا اول ما تمسكوا ورقه الامتحان في حاجات ممكن ما تبقوش عارفينها، ولا بتبقى الدنيا سهله معاكم، ولا في حاجات بتيجي بالوقت مثلا؟ في حاجات كتير مش عارفينها. بس اهم حاجه بقى ايه؟ اهم حاجه انك انت لقيت حاجه مش عارفها مثلا اعمل ايه بقى؟ تسيبها لاخر حاجه بقى. يعني تسيبها خالص عشان ما تقعدش بقى تلت ساعه فيها. تلاقي فاضل ربع ساعه الوقت يخلص وانت ما عملتش اي حاجه. لا، تسيبها للاخر بقى، تيجي تحل بقى ايه اللي انت عارفه، تيجي تسيبها بقى لاخر الوقت. تبدا تفكر فيها. اسهل حاجه عارفها انت، اكتر حاجه انت عارفها او اسهل حاجه بالنسبه لك ابدا بيها دايما. ده اصلا لما تحل اصلا سؤال ورا سؤال تحس ان انت اصلا انت متمكن من الامتحان او انت حاسس نفسيا ان انت كويس. وربنا في الاخر بيكرم برضه في اخر الوقت. حاجه صعبه في الاول يعني هتحس باحباط شويه، وهتقعد قدامك كتير طبعا السؤال ما جاش من اول دقيقه، لكن حاول تبدا مثلا من اسهل حاجه بالنسبه لك. طبعا فرحه النتيجه تستاهل اكيد. فرحه النتيجه تستاهل. ان شاء الله كل اي حد بيتفرج علينا يحقق حلمه، سواء طب او هندسه او اي كليه هو عايزها. وشكرا للرجاله اللي وقفوا معايا يعني. كليه طب بشري جامعه قناه السويس. ماشي يا رجاله، اتشرفت بيكم. ماشي يا رجاله، شكرا. السلام عليكم.